تقول النبوءة أنه لابد بعد انتكاسات الشعوب أن يخرج منهم قائد يقودهم نحو الانتصار، فتمضي الأمة خلفه نحو انتصارات متتالية. ففي عام 2022 جاء رجل زاهد يمشي بالنية، جمع حوله شبانا اختارهم بعناية فجعلهم فرسانا خلفه. بدأت فتوحاته في الإقصائيات، داع صيته بعد كل معركة فبايعه المغاربة. استمرت فتوحاته حتى بلغت بلاد العرب. كانت بلاد العرب محط أعين كل من البولنديين والبلاجكة والسكان الجدد لأمريكا الشمالية، والعدو التاريخي لأهل المغرب سكان الأندلس الإسبان. أطلق على الفاتح رأس المحامي تيمنا بشكل صلعته، وكان رأسه بقدر ما يلمع من قلة الشعر، يحمل أفكارا نجيرة وخططا حربية لا تقود جيشه إلا للنصر، وعلى يده تهد القلاع. سلاحه النية وثقته بفرسانه. مر عبر بولندا وأسقط حصن البلاجكة، وأعاد الكنديين إلى ديارهم منهزمين، وطرد الإسبان، وهو الآن يأمل انتصارا آخر يضمه لفتوحاته المتوالية.